الضحى من نور من، والندى من فيض من، سبحت لله في العش الطيور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم نور من قناة يومياتي مع نور. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد وفيديو كمان مختلف ان شاء الله يعجبكم. النهاردة صاحية مبسوطة قوي علشان خاطر هروح عند ماما، وهنقضي ان شاء الله يومنا كامل عند ماما. ان شاء الله هحاول اصور لكم على قد ما اقدر هناك عندها، وهصور لكم دلوقتي التجهيزات قبل ما اروح. انا قلت كده جهز الهدوم اللي انا هلبسها، فاخترت معاكم الدريس دوت. بصوا كده، هو ممكن ما يكونش باين قوي في التصوير، بس انا اخترته كده وهصور لكم بعد ما البسه. هوريكم كده صورة بعد ما البسه. وكمان ممكن اختار عليه الطرحة ديت. هي الطرحة ديت غامقة شوية عن التصوير. انا قلت البس حاجة غامقة عشان الدرس فاتح يعني. فانا هوريكم كده في الاخر هترسى على ايه وهلبس ايه، وهنجهز كمان الشنطة مع بعض. تعالوا نروح نشوف هنعمل ايه. بصوا كده، انا هحضر معاكم دلوقتي الشنطة وانا رايحة عند ماما. هنشوف هناخد فيها ايه. دي كده الشنطة اللي انا هاخدها. هي ب... بايد معدن كده اهي، ايديها اهي حلوة قوي. بصوا من جوه، من جوه هنا فتحتين وهنا سوستة، فهي سهلة عليا جدا في اللبس وفي الشيل كمان، وحلوة قوي. فهاخدها دلوقتي معايا وهنشوف دلوقتي هنحط فيها ايه. انا اول حاجة هجيب الشنطة دي عشان احط فيها الميك اب بتاعي. بصوا بقى هناخد ايه. بص، انا هاخد معايا الاساسيات، مش هاخد معايا حاجات كتير. فهاخد معايا مسكره. دي مسكره يوميه، ودي مسكره كثيفه قوي قوي، ناشفه جدا جدا على الرموش. بصوا ممكن تكونوا ملاحظين كمان يعني كثيفه جدا، فانا مش بحب احطها كل يوم. دي خفيفه جدا على العين وبتدي برضو الايفكت اللي احنا عايزينه، وفرشتها حلوه قوي. فانا ممكن اخد دي، يعني هحط من دي وانا خارجه دلوقتي، ودي هحطها وانا هناك او حاجه. فاول حاجه كده ناخدها معانا المسكره، ودي كده خلاص. هاخد معانا كمان ايه. بصوا، ده البرفيوم اللي انا بستخدمه. ودي مخمرية فيكتوريا سيكريت حلوة قوي قوي. ممكن اخدها معايا برضو. وده فازلين للايد، مرطب للايد، حلو قوي قوي، ريحته جميله جدا. هو زي عبوه صغيره كده على قد الشنطه. فانا ممكن اخد الحاجات دي عشان هي يعني حجمها صغير، فهتيجي معايا في الشنطه. هاخد ايه تاني. ممكن اخد بقى الروج اللي انا هحط منه. انا مش عارفه لسه هستقر على انهي لون من دول اكتر لونين انا بحبهم جدا. فمش عارفه بقى. انا ممكن اخد ده حلو قوي وثابت قلم عادي، آم، مش ثابت ولا حاجه. وبرده درجته حلوه قوي قوي، انا بحبه جدا من ان. درجته حلوه جدا. برضو من الالوانات النود حلوه جدا. ده ليبستيك او ليب جلوس. فانا ممكن اخد معايا هناك. واحط منه برضو. لا، ممكن اخد احط منه هناك لان هو طري على الشفايف يعني وكده، مش ناشف. ممكن احط منه دلوقتي وانا ماشيه. تمام. ممكن بقى احط كمان كريم اساس. بس كريم الاساس ده تقيل جدا جدا على الوش. ده من ايفر بيوتي. حلو قوي ده، تخطيطه حلوة جدا وبيدوم 24 ساعة. انا ممكن بقى اخد معايا. ده كريم حلو جدا جدا للوش، وبيفتح حلو جدا. وممكن كمان استخدمه من غير كريم اساس. انا بحب الحاجات اللي طبيعية قوي، اللي هي ما بتبانش ان انا اكون حاطة حاجة. فانا ممكن اخد معايا، وده احطه وانا ماشية دلوقتي. وكمان هاخد قلم التحديد معايا، ده ضروري جدا جدا. انا كنت بستخدم اللي هو اللي هو البودرة. بس ما حبيتهوش زي ده بتحكم فيه اكتر، فممكن اخد ده كمان معايا. وهاخد كمان ايلاينر. ده ايلاينر حلو قوي، بس مش عارفة اسمه ايه. من ان حلو برضو. ده ديب لاينر، والاتنين ديب لاينر يعني. فانا مش عارفه لسه هستقر على انهي واحد، وممكن ماخدوش معايا اصلا، مش ضروري يعني. انا خدت الحاجات اللي هي ضروريه. بس كده، دي كانت الشنطه اللي هاخدها معايا. ما حطيتش فيها حاجات كتير. هقفلها بقى كده وهاخدها معايا في الشنطه.
بص انا بحطها هنا ورا عشان الحاجات اللي قدام هنا بكون حاطه حاجات بستخدمها، فدي هحطها ورا. تمام. هنا بقى هحط ايه؟ الاول في النص هنا هحط الفلوس بتاعتي، لان انا الشنطه مش تاخد البوك بتاعي، البوك بتاعي كبير، ده البوك بتاعي فهو كبير، وبرضو عندي كذا واحد، بس المشكله ان هما كلهم كبار، بجيبهم كبار علشان خاطر يشيلوا التليفون بتاعي وانا خارجه او كده، مش هجيب، مش هاخد البوك معايا، وهحط بس كده هنا الفلوس في الشنطه كده على طول. هحط بقى الفلوس بتاعتي، حطيت كده الفلوس هنا، حطيت كده الفلوس كلها هنا كده. ممكن كمان احط كمان المفاتيح. تمام، يبقى كده خلاص الجزء اللي ورا كله خلص، وهحط بقى هنا قدام هحط الشاحن وهحط الهاند فري والموبايل، وكده خلاص تكون الشنطه بتاعتي كده خلصت بالشكل كده اللي انتوا شايفينه ده. وده كان شكلي بعد ما لبست. دلوقتي بقى خلاص نازله بقى ورايحه في الطريق ما خدش حاجه، كان الطريق يعني الصراحه كان زحمه شويه، بس ما خدتش وقت، يعني كنت ساعه وكنت عندها هناك. هو اللي اخرني شويه ان انا فضلت واقفه كتير، لان كان يوم خميس، ويوم الخميس طبعا بيبقى زحمه، ففضلت واقفه كتير على ما لقيت عربيه. بس بقى رحت، كنت فرحانه جدا جدا. رحت بقى وغيرت جو وقعدت هناك شويه، قعدت يوم وجيت تاني يوم. رحت بقى لقيتها عاملة ايه بقى، عاملة محشي. انا اصلا كان بقالي فترة نفسي فيه، وانا بحب جدا جدا المحشي. فرحت بقى لقيتها عاملة محشي كرنب، فقلت بقى ايه اصوره معاكم. هي كانت مقطعة البصل كده، وكانت عاملة كمان جنبه فراخ، وده هنا الكرنب بعد ما اتسلق. وهنا الخضرة، دي الخضرة هي كانت غسلاها، بس انا كنت بنقيها علشان نغسلها تاني لو كان فيها عود اصفر او حاجة، عشان نغسلها بقى ونقطعها. خضرة حلوة قوي قوي وصبحة جدا، وبصوا شكلها حلو جدا ازاي. فقعدت بقى انقيها عشان لو فيها اي حاجة اطلعها. وهنا بقى رجعت للبصل تاني، كنت كل شوية بقلبه، كنت كل شوية ايدي فيه يعني. انا كنت واقفة معاها في المطبخ، هي صراحة تعبت اول يوم دوت. ربنا يخليها لينا يا رب. دلوقتي بقى حطينا الطماطم، وطبعا كانت مبهرة يعني متبلة يعني البصل، وحاطة عليه بهارات. وبعدين حطينا الطماطم برضو، وتحط عليه البهارات بتاعتها والملح وتظبطها. وهنا بقى الكرنب كنت بغسله كويس جدا تحت الحنفية، عشان طبعا لو في اي تراب او اي حاجة لازم يتغسل كويس جدا. بدأت بقى ان انا اغسله واحطه في المصفى يتصفى. الكرنب كان صابح، والحاجة كانت صبحة، وكانت قمر، كانت حلوة جدا صراحة. حبة محشي يعني عدالة. المهم كده خلاص غسلت الكرنب. وهنا الخضرة كانت اختي بتقطعها، هي بقطعتها صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، هي كانت عمالة تقطع فيها. وكنت برضو متابعة الصلصة على النار. الصلصة هي كده اتسبكت، بصوا بقت حمرا وحلوة قوي ازاي. هننزل بقى بالرز والخضرة، بس لما تخلص تقطيع الخضرة. هي ده كده الخضرة كلها بعد ما اتقطعت بقت حلوة جدا وصغيرة خالص، يعني مقطعة حلوة صغيرة مش كبيرة. انا مش بحب الصراحة الخضرة تبقى كبيرة عشان متبقاش باينة في الاكل واحنا بناكل. ودلوقتي خلاص نزلت بالرز. طبعا كلكم عارفين تركات المحشي، بس انا بقى حبيت ان انا اصور من بيت ماما. الصراحة يعني كان يوم حلو قوي قوي، قضيت معاهم يوم وغيرت جو، وكنت مبسوطة جدا جدا. دلوقتي كده خلاص بقلب بقى الرز كويس جدا. وبعد كده هننزل بقى بالخضرة. عايزة اقول لكم ان اسرع واحدة يعني اسرع ايد في لف المحشي ماما، يعني تدوها الحلة 10 دقايق تبقوا مستلمينها منها. ايديها سريعة جدا جدا. انا كنت قاعدة بعمل معاها، انا بقعد بقى في الصباع سنة، وهي صراحة ايديها سريعة جدا. ربنا يا رب يديها الصحة. هم ده كده دلوقتي كده خلاص نزلنا بالخضرة، وهنقلب كويس جدا بقى، ولو في حاجة ناقصة ملح او حاجة هنحط. وخلاص كده تكون الخلطة بتاعتنا جاهزة. انا بقى ايه قلت نعمل شوية شاي، لان كنا فطرنا بقى وعايزين نشرب حبة شاي، فعملت كده شاي. الجو هناك كان تحفة تحفة. انا خدت كوباية الشاي الصراحة وطلعت في البلكونة كده، ياه
الجو جميل جدا، كان اصلا اليوم الجو فيه حلو، ولا هو ساقعة ولا هو حر. الجو كان حلو قوي، كان دفى كده، مش اللي هو حاسين ان احنا سقعانين بقى وبردانين، لا. فكنت حاسه بحبه نشاط حلوه قوي. فضلنا بقى قاعدين بقى احنا وماما، وقعدنا بقى غيرنا جو مع العيال ومش عارفه ايه، كان يوم حلو جدا. دلوقتي كده عملت الشاي اهوت وهصبه، هروح بقى اديهولها، واخد بقى كوبايتي واخش على البلكونه. قولوا لي بقى لو روتينات زي كده عجبتكم، كل ما اروح عندها ان شاء الله هصور عندها باذن الله، اصور لكم فيديوهات يعني. فانتوا لو حابين نوعيه فيديوهات من دي قولوا لي وانا اصور لكم. صراحه انا لما رحت كانت هي جايه من السوق، كانت تعبانه خالص، كانت لسه جايه من السوق جايبه حاجات كتيره جدا. انا كنت عايزه اصور بس ما كنتش عايزه اضغط عليها يعني وكده، لان انتوا عارفين التصوير متعب قد ايه، فما كانش هينفع ان انا اضغط عليها اكتر من كده وهي جايه تعبانه اصلا. بصوا بقى كده، بعد الشاي ما اتعمل خدت بقى كوبايتي ودخلت بقى على الجو الحلو دوت، حطيت بقى عليها حبة نعناع، كانت كوباية شاي حلوة جدا. بصوا بقى قلبتها كده وحطيتها بقى حطيتها بقى على السور كده تبرد، وفضلت واقفة بقى استمتع كده بالجو الجميل دوت. هو كان وقت صلاة الجمعة، كان صراحة جو حلو قوي، وانا واقفة بسمع الخطبة بقى ومعايا كوباية الشاي بقى وفي المنظر الحلو دوت، كنت مبسوطة جدا. شربت بقى الشاي ودخلت بقى علشان خاطر اشوف بقى ماما وهي بتعمل المحشي. بصوا بقى، هي طبعا وانا بعمل الشاي كانت هي قطعت الكرنب كده زي ما انتوا شايفين، ايديها سريعه جدا جدا في اللفه يعني صراحه. مش عارفه اقول ايه، انا قدامها بنام على الحاجه. هي دايما تقول لي خليكي شملوله كده وخلصي الحاجه بسرعه، والحاجه ما تاخدش في ايديكي وقت، وخليكي شطوره ومش عارفه ايه. انا ما اعرفش ليه ما باجي اعمل الحاجه يعني بتاخر فيها. هي ايديها ما شاء الله سريعة جدًا، جدًا. ففضلت قاعدة بقى صورتها شوية، وبعد كده بقى قفلت وكمّلت معاها الحلة. الحبّة دول عملوا حلّتين، بس صراحة كان حبّة محشي تحفة، تحفة، تحفة. بُصّوا بقى، هي بعد ما بتملى الحلة كده محشي بنحط حبّة زيت على الوش، وبتسقيه بقى الشوربة، ممكن تحطي كمان على الوش معلقتين صلصة، وبيبقى بقى بصوا دوقوا بقى حبة المحشي دول، يعني اعملوها بالطريقة ديت وان شاء الله يعجبكم بإذن الله. كانت ستي الله يرحمها كانت بتعمل ايه، كانت بتجيب بعد ما تخلص التخديعة دي زي ما انتوا شايفين كده، بتروح مقطعة عليها بصلاية نية، بتديها طعم تحفة، تحفة تحفة بجد. جربوا برضو الطريقة دي وهتعجبكم جدا. يعني بعد ما تخلصوا التخديعة وتحطوا القوطة والخضرة وكل حاجة، قطعوا عليها بصلاية صغيرة، هتديها طعم حلو قوي، او حتى في التسوية وفي الاكل هتبقى طعمه حلو جدا. هي بقى دخلت حطت بقى الحلة على النار من غير ما انا اخد بالي وهي بتحط الشوربة، رحت بقى دخلت من وراها كده سحبت وفتحتها الحلة وصورتها. بس كان حبة محشي حلوين جدا. كمان بقى كانت جايبة دي الحلة التانية، هي عملنا الحلة الأولانية ودي التانية مكانتش مسوياها، قالت اشيلها في التلاجة يعني اليوم تاني. بصوا بقى، هنا كانت جايبة لفت. اللفت ده حلو جدا جدا، هي بتعمله سريع، اللي هو اصلا بتعمله في يوم وتاني يوم بيتاكل منه، بيبقى حلو قوي. هي قطعته كده زي ما انتوا شايفين وغسلته كويس جدا جدا لحد ما نزلت كل الترابه اللي فيه، وبعد كده حطت عليه بقى هريسه الشطه دي. لو انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي، مش بتحبوها سبايسي، ممكن تحطوا فلفل بارد عادي. وبدات بقى ان هي تحط الملح يعني العقد اللي هي عارفاه. انا ما اعرفش الصراحه هي حطت قد ايه، وبس هي بتحط كده بالويم. انتوا عارفين بقى امهات زمان او امهاتنا عامه كلنا، الحاجه بتبقى في ايديها كده بالويم، الملح على الاكل بالويم، على كل حاجه بتبقى بالويم، بالنظر كده بتبقى عارفه ان هو مظبوط ولا لا. حتى في الاكل بتبص عليه بعينيها كده تبقى عارفه ان هو استوى ولا لا. يعني انا ساعات كنت بجيب الرز واقول لها يا ماما دوقي استوى ولا لا، تقول لي يا بنتي بالنظر شوفي كده تعرفي. طبعا مع الاستمراريه يعني. بس كده، ده كان يوم النهارده عند ماما. بعد كده بقى خدت الاولاد ونزلت بقى تاني يوم. روحت، كنت مبسوطة جدا جدا باليوم دوت، وان انا غيرت جو بقى ورحت لها وشفتها وشفت اخواتي، كنت مبسوطة جدا. انا بقى كنت واقفة مستنية العربية كانت بتحمل وخلاص كده كنت مروحة. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم. لو عايزين فيديوهات من دي تاني كل ما اروح عندها ان شاء الله او هي تيجي عندي اصور معاها باذن الله، بقى يكون فيديو متصور بصوتها، تطلع معانا في فيديو جاي باذن الله.
ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو واشتراك كمان لو لسه مش ما اشتركتوش. ودمتم بألف خير ومع السلامة.